البرنامج الإذاعي صدى ينقل نسائم الخير. نسائم الخير يأتيكم هذا البرنامج في كل جمعة في أيام الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. صدى ينقل نسائم الخير. أغلى الناس واطهر الناس من يوصل مكانه، هذا الجود فخر وزود صادق وأمانة، وينك وين كلك دين رحمة ورسالة. البرنامج الإذاعي صدى ينقل نسائم الخير. نسائم الخير يأتيكم هذا البرنامج في كل جمعة في أيام الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. صدى ينقل نسائم الخير. واهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مره اخرى. طبعا طولنا اليوم في الحلقه، ولكن ما شاء الله المبادرين يعني بامانه ما قدرنا نرد حد ان شاء الله، وهذا طبعا يعطينا حافز ويعطي الشباب اكيد يعني كثير من طبعا يبذلوا الكثير من الجهد انه يواصلوا العمل ان شاء الله في هذا الاستديو المميز. طبعا بشرى ساره لاهالي ولايه ينقل، طبعا مركز ينقل سنتر، طبعا لديهم احدث الاحذيه والملابس للرجال والنساء. زوروهم، طبعا موقعهم مقابل حديقة ينقل، وتجدوا عندهم طبعا ما يسركم في أيام العيد، ولهم من كل الشكر والتقدير طبعا مركز طبعا ينقل سنتر على جهودهم وعلى طبعا دعمهم للبرنامج. دائما طبعا داعمين ودائما يقفوا معنا، لهم كل الشكر والتقدير طبعا. ونفس الشيء نشكر طبعا الشال الذهبي الأخ العزيز أحمد طبعا الهنائي، طبعا المركز الجديد اللي انتقل له طبعا اللي هو مقابل مسير عمر بن الخطاب، وطبعا مغسلة نور عبري استاذنا العزيز أحمد صالح جزاك الله خير. بس اليوم ما وصلت لنا الأسامي الفائزين انتظرناهن، فإن شاء الله يمكن الأستاذ ما موجود راح نعلنهن في طبعا الإعلان اللي راح ينزل طبعا بعد الحلقة بعون الله سبحانه وتعالى. طبعا نفس الشيء في معنا واحد من الأخوان طبعا أصر إنه يحضر معنا، وهذا إنسان من الداعمين وأصر إنه يدعم البرنامج ويكون معنا اليوم. طبعا الأخ ماجد العلوي صاحب طبعا مؤسسة ماجد العلوي المشاريع الرائدة، وطبعا راح نتحدث معه عن هذه المؤسسة. هي مؤسسة شبابية طبعا، واحنا بدورنا في هذا البرنامج ما دام في مثل هذه الشباب ما شاء الله عليهم يعني يقيموا هذه المشاريع، فواجب احنا ان ندعمهم. شوف هو شاب عنده هذا المشروع البسيط، لكن سمع البرنامج اللي قاموا شباب وبجهود شبابية، والله اصر انه يحضر معنا ويدعم البرنامج، فاحنا نفس الشيء اصرنا ان ناخذه على الهواء. مساك الله بالخير سالي ماجد. اخوي مطر، اول حاجه طبعا كل الشكر والتقدير لك على مبادرتك الطيبه امانه، يعني على دعم البرنامج جزاك الله خير. يعني هذه جهود شباب، وانت نفس الشيء يعني الشركه هذه جهود شابه، فدائما لما الشباب يتعاونوا مع بعض اكيد رايحين يخلقوا اشياء جميله جدا بالتعاون مع بعضهم بعض. فكل الشكر لك استاذ ماجد. لو تحدثنا شويه عن طبعا المشاريع العلو ولا ماجد العلوي للمشاريع الرائده، لو تكلمنا عن هذه الشركه وكيف جات الفكره وايش يعني دور الشركه ونشاطها، يعني لو تكرمت. حياك الله اخوي مطر، يا هلا فيكم جميعا من طاقم هذا برنامج صدى ينقل. نعم بحقيقه الامر انا فخور في هذا الاستوديو الرائع، جزاك الله خير. الشباب مبدعين جزاهم الله خير. وثانيا من ناحيه الدعم هذا واجب وطني تحت في ولايه ينقل، وينقل تستاهل الكثير. نعم، وندعم الشباب العمانيين في هذه الولايه. فمشاريع ماجد العلوي للمشاريع الرائده، احنا عندنا عده انشطه متنوعه. نعم. اولها عبر مواصل التواصل الاجتماعي، وفي مقرنا طبعا عندنا تأجير الصوتيات، تنظيم احتفالات للمناسبات والاعراس، وعندنا شيء محل تجاري بيع واصلاح الاجهزه الالكترونيه من ولايه ينقل. طبعا ندعم فيها بعض مثل المساجد من ناحيه تصليح المكيفات وهذه الامور. نعم استاذي. وهذه الشركه طبعا اديرها بنفسي. يعني تدير الشركه بنفسك؟ بنفسي ادير الشركه. نعم. وعندنا ضمن الشركه الحين تشين الدعايه والاعلان طبعا بحكم قانون وزاره التجاره. نعم. تصريح وهذه الامور، اخذنا نعم. تصريح للدعايه والاعلان ما شاء الله. وعندنا استوديو ماجد للابداع الفني والتوزيع. الاستوديو موجود فين هنا في الولايه؟ هذا حاليا في مسقط. في مسقط. نعم. احنا طبعا عملنا في ينقل وفي مسقط. نعم. فلكن الاستوديو الحين مبدئيا عبر مواصل التواقع الاجتماعي. نعم. يطلب واحنا نروج للمحلات التجاريه وغيرها. نعم. في شباب مبدعين يعني في الترويج. نعم. يعني انا واحده من المبادرات الامان اللي اذكرها يعني لكم استاذ ماجد اثناء
مباريات كاس العالم في دوله قطر. طبعا مجموعه من الشباب ركبوا لشاشه كبيره، فبامانه يعني طلبوا منهم سماعه صوت طبعا بدون تردد، يعني اعطوهم السماعه لشهر كامل كانت موجوده. وهذا طبعا اللي تنذكر لكم حاجه من طبعا الاشياء اللي انتم جالسين بامانه تدعم فيها الشباب. فدائما الشباب يكون متكاتف وراحين يوقفوا مع بعض في كل حاجه، اكيد انه الجميع راح ينجح ما دام في تكاتف، وانت تساعد هذا والثاني يساعد الثاني، اكيد انهم رايحين طبعا الكل ينجحوا ان شاء الله. نعم، هذا اخوي مطر متعارف عليه، الوطن ما ينبني الا بسواعد ابنائه. نعم. ما يقيم، فهذا واجب منا. وعبر هذا الاستوديو الرائع انا صراحه انا اقدم لاصحاب تجار في الولايه، اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه وغيرها، ان يبادروا مثل دعم مثل الاستوديو والمسابقات في الولايه وغيرها. فينقل تستحق الكثير. والله يا اخوي ماجد، اول حاجه احنا نشكرك طبعا على مبادرتك، ونتمنى مثل ما تفضلت يعني احنا ما نقول احنا بس الاستديو صدى ينقل، احنا نتمنى انه دعم جميع الشباب، دعم جميع طبعا المبادرين، الافرقه الرياضيه، يعني الافرقه التطوعيه، يعني نتمنى يعني دعمهم كذا، لان هذه الناس قاعده تشتغل باشياء ذاتيه، تشتغل باشياء من عندها. مثل عندما تشوف الحين اخوي ماجد الاستديو احنا معانا والله جهود شباب كذا، يعني احيانا انت مثلا تصور مثلا وصله زين تعطلك يمكن يوم كامل ما تحصل، الشباب يبحثوا عنها يعني بطريقتهم الخاصه. فهذه كلها جهود شخصيه، فما دام احنا نحصل مبادرين مثلكم وشرواكم متاكد ان الشباب راح يبادروا وراح يستمروا. طبعا احنا لضيق الوقت اخي ماجد يعني نبى نسمع منك كلمه اخيره تقدمها طبعا للشباب سواء في الاستديو او شباب الولايه، ونريد نعرف طبعا مساهمتك ودعمك اللي دعمتوا الشباب في الاستديو اليوم. حياك الله اخوي مطر. اول شيء انا اقدم كلمه شكر وتقدير لكم انتم كطاقم استوديو بشكل عام. واجب اخي ماجد، وهذا واجبنا نحن ولايه ينقل. جزاك الله. ندعم الفرق الشبابيه الرياضيه الخيريه وغيرها. نعم. فاقول لك عبر هذا المنبر على هذا الاستوديو احنا بنكون من اول داعمين معكم في اي مناسبه واي مناشط واي مهرجانات واي فعاليات في الولايه. جزاكم الله خير. بس اعطونا على الواتساب واحنا معك ان شاء الله. ان شاء الله. الشباب طبعا في غرفه الكنترول راح يتواصلوا عندك، وانت متواصل مع المنسق الاعلامي الاخ سليم بن سعيد جزاه الله خير، متواصل معه وان شاء الله الشباب رايحين طبعا يتواصلوا معك ما راح تقصر ان شاء الله. اخي العزيز طبعا ماجد العلوي صاحب طبعا مشاريع ماجد العلوي المشاريع الرائده، طبعا اللي يتحدث عن مؤسسته بشكل عام ومن الداعمين. نتمنى لك طبعا التوفيق وكل الشكر والتقدير لك على الدعم، وان شاء الله رايحين نستمر ورايحين نتواصل مع بعض، وراح كان ان شاء الله متواجد معنا ورايحين يعلنوا الشباب عن طبعا كل مساهمه هذه ان شاء الله طبعا نلتقي فيك ان شاء الله في حلقه قادمه بعون الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير لك يا اخي ماجد، وعذرنا يمكن لضيق الوقت يعني منك العذر والسموحه. احسنت اخوي مطر وجزاكم الله خير، وانا شرف لي معكم في هذه الاستضافه الطيبه. شكرا جزيلا اخي ماجد. طبعا في طبعا نهايه وقت البرنامج اللي طولنا فيه، طبعا نشكر باسمكم جميعا. اول حاجه الاخ ماجد طبعا جزاه الله خير، ما قصر معانا، لك كل الشكر والتقدير ان شاء الله. ورايحين طبعا ننوه عن طبعا الشركه طبعا ماجد العلوي المشاريع الرائده ان شاء الله ودعمه للبرنامج، وباسمكم جميعا نقدم له كل الشكر والتقدير والامتنان. شكرا جزيلا اخوي ماجد، شكرا لك. شكرا يا مرحبا.